اولا كده لو مشفتش الفيديو اللي فات من حكايه كويتشي فروح شوفه الاول علشان تعرف بقيه الاحداث. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا بتبدا حلقتنا الجديده وبنشوف بطلنا كويتشي وهو ماشي في الشوارع غرقان في افكاره، بيفكر في حياته اليوميه، في شغله ودراسته، بيحاول يوازن بين حلمه واعجابه بالابطال وبين مسؤولياته العاديه. عارف كويس ان مجرد الاعجاب بالابطال مش كفايه عشان يقدر يعيش كويس، لازم يفضل مركز على حياته الطبيعيه. لكن زي ما احنا عارفين كويتشي مش شخص عادي قوي، وبنشوفه بيتسحب بخفه وبيدخل في اماكن ضيقه وباستخدام قدراته الانزلاق والانسياب بتاعه عشان يتسلق بسرعه على حيطه مبنى عالي، وبيوصل لسطح المبنى ده. والمفاجاه اننا بنكتشف ان ده بيكون بيته عباره عن بنت هاوس قديم ومتهالك فوق سطح عماره قديمه ومتهالكه هي كمان. مكان غريب شويه للسكن لكنه قريب من محطه هيغاشينرا هنا. اسم غريب يا جدعان ومش عايده. كويتشي بيدخل شقته او قاعده عملياته زي ما بيسميها، لكن اول ما بيدخل بينفزع لانه بيلاقي راجل عجوز غريب اول مره يشوفه قاعد بمنتهى الهدوء في شقته وبيتفرج على التلفزيون بتاعه وبياكل كمان. كويتشي بيتخض وبيفتكره حرامي وبيقرر يتصل بالشرطه، لكن فجاه الراجل العجوز بيلبس القناع اسود على وشه، وهنا كويتشي بياخد نفسه لان دون كيلر. مع ان كويتشي ارتاح شويه بس لسه متضايق ان كيلر دخل شقته كده. كيلر بيقول له بكل بساطه انه دخل من الشباك. كويتشي بيروح يبص على الشباك اللي بيلاقيه متكسر. لسه كويتشي بيصلح الشباك الباب بيتخبط، بيفتح الباب وبيلاقي قدامه بنت شكلها غريب، شعرها منكوش ولابسه زي مدرسي ونضاره. البنت دي بتدخل الشقه بسرعه وبتبدا تظبط في نفسها، ويا للمفاجاه البنت دي بتكون بوب ستيب وبتلبس قناعها وزيها الاستعراضي. كويتشي هنا بيتفاجئ وبيلاحظ ان شكل بوب ستيب الحقيقي وهي مش متنكره جميل جدا. بيقول لها كده وهي بتتكسف وبتتعصب وبتقول له لو قال عليها عاديه هتفشخه. المهم بعد المفاجآت دي بنشوف كويتشي وهو بيسأل كيلر وبوب ستيب اذا كانوا المفروض يطلعوا يعملوا الدوريات بتاعتهم الليله دي ولا ايه الدنيا. كيلر بيقول له ان ساب شغله بدري وبيستنى الليل يجي عشان يبداوا، اما بوب ستيب فبتقول له ان وراها عرض لايف دلوقتي. كويتشي بيفهم وبيجهز نفسه عشان هو كمان يروح الشغل. قبل ما يمشي بيسيب المفتاح الاحتياطي لكيلر وبوب ستيب وبيقول لهم البيب بيكو يا جدعان، وبيقول لبوب ستيب انها لو محتاجه اي حاجه في حمام هنا، ولو احتاجه فوط فهتلاقيها في الدرج. بوب ستيب بتبص له بشك وبتفكر ان عنده نوايا خبيثه، لكن كويتشي بينكر كل ده وبيبان عليه الاحباط فجاه من غير سبب واضح. بوب ستيب بتستغرب، بتساله مالك يا ابني زعلان كده ليه؟ وهنا كويتشي بيفتح قلبه وبيحكي لبوب ستيب عن بدايه حياته الجامعيه الكارثيه. بيحكي لها ازاي في شهر ابريل اللي فات اكر بنت هاوس المتهالك ده فوق المبنى بسعر رخيص جدا وفكروا انه لقطه، ولكن في يوم من الايام اصحابه جم معاه وعزمهم وقعد معاهم يوم واحد، ولكن ومن ساعتها الكل بيتجنبوا وبيهربوا منه. وانتشرت اشاعات في الجامعه عن بيته الغريب، والناس بدات تشوفه كشخص غريب وممكن يكون خطير، وبداوا يتجنبوه. ونتيجه لكل ده بدات حياه كويتشي الجامعيه اللي كان بيحلم بيها اتبخرت وفشلت فشل ذريع واتحولت لكابوس عليه وعلى دماغه. بوب ستيب بتسمع قصته وبتتعاطف معاه شويه وبتقول له ان المفروض يروح شغله دلوقتي. كويتشي فعلا بيسمع كلامها وبيخرج يروح شغله وهو لسه محبط. في نفس الوقت بوب ستيب بتستعد لعرضها اللايف. بنشوفها وهي بتطير فوق جمهورها المتحمس وبتقدم اغانيها. وسط الجمهور بنشوف الوجوه المألوفه تيرو، الولد المتحمس زياده عن اللزوم اللي شفناه قبل كده، اللي كان معجب جدا ببوب ستيب، فبيحاول يقرب منها لكن واحد من المعجبين التانيين بيزقه وبيرجعه لورا. صاحبه اللي معاه جيبو تشومي بيزعقوا له وبيقولوا له ما يستعجلش ويحترم آداب التشجيع الصحيحه. تشيمو بيتكلم بحماس عن ازاي يكون معجب حقيقي، ومن كتر حماسه بيستخدم قوته الخارقه بالغلط وبيطلع شعاع ضخم في السماء. واصحابه بيزعقوا له تاني. تيرو بيكون متغاظ منهم وبيقول لهم يسكتوا. ابن المجنونه في لحظه الجنون بيحقن نفسه بتريجر في رقبته. بنشوف التحول المرعب بيحصل. تيرو بيتحول لوحش شبه تعبان البحر اللزج ومقزز. الوحش تيرو بيبدا يجري ورا بوب ستيب في الشوارع وهو بيصرخ باسمها. كويتشي بيكون لسه طالع من شغله وبيشوف المنظر ده، وعلى طول بيلبس زيه بتاع زاك راول وبينطلق عشان يساعده. وهو في طريقه بيقابل جوبي وإتشيمو اللي كانوا بيجروا ورا تيرو عشان يوقفوه. وفجاه كيلر بيوصل هو كمان وبيشوف الموقف، بيحط خطه سريعه. كويتشي فعلا بيبدا ينفذ الخطه وبيحاول يمسك تيرو، لكن جسم الوحش اللزج بيخليه يفلت من ايد كويتشي بسهوله. كيلر بيحاول يضربه لكن ضربته هي كمان بتتزحلق من على جسمه ومش بتاثر فيه. والمصيبه الاكبر ان كويتشي وكيلر بيخبطوا ببعض بسبب انزلاق الوحش. كيلر بياخد باله من محل اودون نوع من المكرونه اليابانيه قريب منهم، وبوب ستيب بتكون استخبت في مكان ضيق. كيلر وكويتشي بيروحوا لبوب ستيب وبيحاولوا يقنعوها بخطه غريبه شويه. استعدوا يا اصدقائي. بيقول لها انها تسيس الوحش وتوافق تسلم عليه يمكن يهدى ويرجع طبيعي بعد ما يحقق امنيته. بوب ستيب بتكون متردده ومقروفه لكن بتوافق في النهايه، وفعلا بتقرب من تيرو وبتمد ايديه عشان تسلم عليه. لكن تيرو مش بيكتفي بالمصافحه يا صديقي، لا الراجل بيرفع الليفل وبيكون عايز حضن وكمان بوسه.
بيبدا يلف جسمه اللزج حوالين بوب ستيب وهي بتصرخ من الرعب والقرف. لكن هنا كيلر بيكون عنده خطه ذكيه جدا، وفجاه بنشوف هو بيرمي كميه كبيره من الدقيق على الوحش تيرو. الدقيق ده بيكون جايبه من محل الاوضون اللي شافه. الدقيق فعلا بيلزق في جسم تيرو اللزج وبيمتص كل الرطوبه والسوائل منه، وده بيبطل مفعول دفاعه اللزج. كيلر بيستغل الفرصه، بيبدا يضرب تيرو ضرب مبرح لحد ما بيرجعه لطبيعته من تاني وبيخليه يفقد الوعي. بعد ما بيتاكدوا ان الخطر انتهى، كيلر وكوتشي بيقرروا يمشوا من المكان قبل ما الشرطه توصل. اما بوب ستيب بعد اللي حصل لها ده بتقرر انها لازم تاخد حمام فورا. بنرجع لشقه كويتشي وبنشوف كيلر وبوب ستيب وهم قاعدين مستنيينه. كيلر بيطلب من كويتشي يروح يشتري له بيره، اما بوب ستيب بتطلب منه شامبو من نوع كويس عشان شعرها ما يبصش من الانواع الرخيصه. جوه الشقه كيلر وبوب ستيب بيتخانقوا مع بعض على اتفه الاسباب، كل واحد بيتهم التاني وانه مش بيراعي اداب المعيشه. بره بيكون كويتشي بينشر هدومهم الثلاثه وهو بينشر هدومه جنب بعض على الحبل. بيفكر شويه وهي ان صحيح حياته الجامعيه مش زي ما كان متخيل، وصحيح شقته بقت عامله زي محطه مصر من كتر الناس اللي بتدخل وتخرج. بس يمكن حياته مع كيلر وستيب مش سيئه قوي في الاخر. يمكن تكون دي بدايه لحاجه جديده مختلفه، حاجه زي ما كان بيحلم. في مكان تاني بنشوف الشرطه وهي بتحقق مع تيرو الولد المتحمس اللي اتحول لوحش وهجم بوب ستيب، وانه كمان استخدم تريجر. وتيرو بيعترف بكل حاجه وان في شخص اداهوله. المحقق كاوتشي بيكون بيراجع ملفات القضيه وبيقول لزميله ايزاوا تانوما ان دي خامس حاله في الاسابيع الخمسه لاشخاص بيتحولوا لاشرار فجاه وبيستخدموا مخدر تريجر قبل هجومهم المباشر، واللي هم ماريو، سوجا، ميورو وكمان اكرا ودلوقتي تيرو. كلهم تم التاكيد انهم استخدموا المخدر ده قبل ما يتحولوا، وده بيكون شيء غريب جدا. تانوما بيقول له بما ان الاحداث بتحصل قريبه من بعض وفي نفس النطاق المحيط بتاع المنطقه، يبقى نقدر نوصل للتاجر بسهوله. لكن كاوتشي بيكشف معلومه غريبه جدا، كل المشتبه فيهم دول قالوا نفس الكلام، انهم اخذوا المخدر من شخص ما يعرفوهوش، والاغرب من كده اخذوه ببلاش. تانوما بيكون مستغرب جدا ازاي شخص يوزع حاجه بالخطوره دي ببلاش. كاوتشي بيفكر وبيقول ان الموضوع ده وراه حاجه وهدف اكبر من تجاره مخدرات عاديه. بيشك ان ممكن يكون الهدف سياسي او محاوله لانقلاب المجتمع، او يمكن خطه ضخمه لكسب فلوس بطريقه غير مباشره. كلمه هدف هي الكلمه المفتاحيه في الموضوع ده. كاوتشي بيحس ان الموضوع مجرد استثمار لهدف اكبر، والكلام ده كله لسه مش واضح. في النهايه الشرطه بتضطر تفرج عن تيرو من غير اي تهمه، لان مخدر تريجر مش مدرج رسميا كمخدر ممنوع. تيرو ما تسببش في اي اضرار كمان للمنطقه. تيرو بيخرج من قسم الشرطه وكاوتشي بيقرر يراقبه من بعيد. وهو ماشي بيشوف كوبي وإتشومو جايين عليه. الولاد دول بيشوفوا تيرو وبيجروا عليه يسلموا عليه، وبنشوف هما بيبعتوا رساله لبوب ستيب اللي بتكون قاعده في منزل كاوتشي. وبوب ستيب فعلا بتقرا الرساله وبتقول لكوتشي عن الموضوع اللي فيها، وان الولدين دول قابلوا تيرو بالصدفه وبقوا اصحابه، وانهم كمان ممكن يقدروا يعرفوا منه معلومات عن الشخص اللي ادالهم المخدرات. بس بنعرف ان تيرو قال لهم انه هيقول كل حاجه لبوب ستيب وبس. بس بنعرف كويتشي بيكون مبسوط وبيقول ان دي فرصه كويسه، وبيقول لبوب ستيب انهم لازم يروحوا يقابلوه بسرعه قبل ما كيلر يعرف، عشان لو عرف اكيد هيضرب الولد عشان ياخد منه المعلومات. بيقرروا فعلا انهم يروحوا وبيحاولوا يتكلموا معاه بالراحه. كويتشي وبوب ستيب بيخرجوا عشان يقابلوا الولد، وهم ماشيين في الشوارع بيقابلوا واحده من معجبات بوب ستيب. البنت دي بتتعرف على بوب ستيب حتى وهي مش لابسه زيها الكامل، بس لابسه نظارتها المميزه وبتكون فرحانه جدا، وبتطلب تاخد صوره معاها هي وكويتشي. وبوب ستيب بتتكسف شويه لما بتوافق، والبنت بتاخد صوره سيلفي معاهم وهي طايره من الفرحه. بتسالهم اذا كان كويتشي ده حبيب بوب ستيب، وكويتشي بيرد بسرعه وبيقول له انه مجرد المدير بتاعها. وبوب ستيب بتتعصب اكتر وبتقول له انه مجرد عبد. البنت بتضحك عليهم هما الاثنين وبتمشي وتودع بوب ستيب اللي هي وكويتشي. بيكملوا الطريق وبيقابلوا اتشومي اللي بيقول لهم ان جوبي مستنيهم مع تيرو عند مكان معين. لكن المصيبه ان كيلر بيكون في نفس المنطقه بالصدفه وشافهم، وبيصر انه لازم يجي معاهم ويسمع الحوار اللي هيدور بين بوب ستيب وتيرو. في نفس الوقت بنشوف البنت المعجبه اللي لسه واخده صوره مع بوب ستيب بتكون فرحانه بالصوره وبتبص عليها في موبايلها وهي ماشيه. محدش بياخد باله ان في نحله كبيره وغريبه بتطير جنب وشها وبتدخل تحت غطاء العين اللي هي لابساه. زميلتها بيزعقوا لها وبيقولوا لها تاخد بالها من الحشر، لكنها فجاه شخصيتها بتتغير وبتقول لهم انها لازم تمشي فورا عشان عندها شغل. وفعلا بتمشي. وهنا البنت دي بنكتشف هويتها الحقيقيه اللي اسمها كوينكا، طالبه في تانية ثانوي، وفي نفس الوقت بنصدم انها شريره بتشتغل بدوام جزئي. بنكتشف ان قوه كوين الخارقه اسمها ملكه النحل، بتقدر تتحكم في جيش النحل العامل، وبتعقل النحل ده بالمخدرات كل انحاء المدينه عشان يسببوا مشاكل وفوضى، وده بيكون شغلها السري. بنشوف جيش النحل بتاع كوين وهو بينتشر في المدينه وبيبدا يلسع الناس الابرياء في الشوارع ويعقنهم بالمخدر بدون طلب منهم. وده نوع تاني شبه بتريجر. في لحظات عشرات الناس العاديه بيتحولوا اشرار مؤقتين، قواهم الخارقه بتخرج عن السيطره وبيبداوا حرفيا يدمروا كل حاجه. الفوضى بتعم المدينه والناس بتجري في كل
الاتجاه. المحقق ويتشي بيلاحظ ده وعلى طول بيتصل بيطلب دعم فوري من الابطال المحترفين. على الجانب التاني من المدينه كويتشي وكيلر وبوب ستيف بيسمعوا صوت الفوضى والدمار، وفجاه بنشوف مشهد مهيب. الابطال المحترفين بيوصلوا لمكان الحادث باعداد كبيره. بنشوف البطل السريع ارجيت بيوصل اول واحد، وبعده على طول البطل انجينيوم واللي بيكون اخو ايدا الاكبر صاحب ميدوريا. وبعدهم بنشوف ابطال تانيين زي انديفر بنرانا والمشتعله وميد نايت بسحرها وكذبيتها، وحتى ايزوا نفسه وصل للمكان. الابطال دول بينتشروا بسرعه وبيبداوا يقضوا على الاشرار المؤقتين دول بكفاءه ومهاره عاليه جدا. والمفاجاه الاكبر ايوه اول مايت نفسه بيظهر في المشهد، بيشيل واحد من الاشرار العملاقه دول وبسهوله. برمي بعيد وفي دقايق معدوده الابطال المحترفين بيقودوا قضوا على كل الاشرار ويسيطروا على الموقف تماما. وكويتشي بيكون مبهور بقوه وسرعه الابطال المحترفين، لكنه بياخد باله ان كيلر اختفى فجاه من جنبه. كيلر بيقابل جوبي وهو غضبان جدا وبيوريه النحله اللي ماسكها وبيقول له ان في حد ورا الفوضى دي اللي حصلت، حد بيستخدم النحله عشان ينشر الحشرات. في مكان تاني بنشوف البنت اللي اسمها كوين وهي بتحس بألم مفاجئ في عينيها وبتنزل، وبتعرف ان واحده من النحل بتاعها اتقتل، وطبعا اللي عمل كده بيكون كيلر وده بيخليها تتعصب. بنشوفها وهي ماشيه مع تيرو وبتقول له انها كويسه وما تقلقش، وبتقول انهم اصحاب، وبتعرض عليه توري له صوره لبوب ستيف بتمشي معاه وهي بتخطط لشر جديد. في اللحظه دي بنشوف كويتشي بوب ستيف جوبي اتشيمو قاعدين في كافيه بيحاولوا يهدوا نفسهم، اما كيلر فبيكون قاعد لوحده وبيفكر في اللي حصل ومش قادر ينسى موضوع مربى النحل الغامض ده اللي وراها كل المصايب دي. فريقنا بيستمتع بلحظات سلام مؤقته غافلين تماما عن الخطر الحقيقي والشر الصامت اللي بيتربص بيهم في الظلال.